بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة قوية ورائعة قدمها منتخبنا الوطني الأولمبي اليوم أمام منتخب بروناي، واستطاع الفوز بهدفين مقابل لا شيء، وبهذا الفوز منتخبنا الوطني يتصدر المجموعة بكل جدارة. تعالوا معنا لنشاهد أهم لقطات هذه المباراة والأهداف وتحليل سريع لهذا الفوز. منتخبنا الوطني دخل المباراة بثقة كبيرة وسيطر على مجريات اللعب منذ البداية، وتمكن من حسم اللقاء مبكرا في الشوط الأول بهدفي عبد الواسع المطري في الدقيقة 24 وهدف ناصر محمدو في الدقيقة 36. أداء المنتخب اليمني اليوم كان منظما جدا من الناحية التكتيكية، وسيطر على وسط الميدان وتمرير الدقيقة واستغلال مثالي للفرص. المدرب طبعا لعب بأسلوب ضغط هجومي ذكي، مكن الفريق من التسجيل مرتين قبل نهاية الشوط الأول. أما في الشوط الثاني ظهر منتخبنا أكثر هدوء وثقة، وحافظ على النتيجة ودافع بتوازن كبير، والحارس أيضا كان في الموعد بكل تركيز بهذا الفوز الثمين. منتخبنا اليمني اليوم يتصدر المجموعة بجدارة ويقترب خطوة بخطوة من التأهل إن شاء الله. منتخبنا اليوم قدم درس في القتال والعزيمة والروح الوطنية. شكرا لكل لاعب رفع علم اليمن عاليا، والقادم أجمل بإذن الله، وموعدنا في المباراة القادمة إن شاء الله بانتصار جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.